متتبعي قناة عوالم مختلفة، إذا مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو والذي سنتحدث فيه عن الأشغال التي تهم الطريق الرابطة ما بين دار السكة ومحطة الأداء سيدي علال البحراوي. فلا تنسونا بدعمكم من خلال الاشتراك ووضع إعجاب وكذلك التعليق على الفيديو. إذن هيا بنا جميعا من أجل استكشاف آخر الأشغال. الملاحظ هو أن نسبة الأشغال عرفت تقدما كبيرا في عدة مقاطع، حيث تم الانتهاء من عدة مقاطع كما هو ملاحظ في الصورة حاليا. تم الانتهاء من هذا المقطع الطرقي من خلال التوسعة والتثليث. إذن تأتي توسعة هذا المحور الطرقي الرابط ما بين دار السكة وكذلك محطة الأداء سيدي علال البحراوي من أجل التخفيف من الضغط والاكتظاظ الذي كانت تعرفه هذه الطريق، خاصة خلال فصل الصيف وكذلك المناسبات. إذن كما تلاحظون في هذا المقطع فالأشغال ما زالت مستمرة في العديد من المقاطع، حيث يتم إزالة الأتربة من أجل التوسعة. آلات الحفر ما زالت مستمرة من أجل توسعة ومد الطريق. إذن هنا في اتجاه العرجات، إذا الأشغال ما زالت مستمرة. هذا المحور الطرقي سيمتد على طول 18 الكيلومتر وسيعرف عدة أشغال ومنها التثليث هذا المقطع لم تنطلق به بعد الأشغال، بينما هذا المقطع انطلقت به الأشغال من خلال إزالة الأشجار في الجوانب وكذلك إزالة الأتربة. إذن كما قلنا فهذه الطريق جد مهمة، لأنها تربط ما بين مدخل طريق السيار ومدينة الرباط عبر مدينة سلا. إذا متتبعي قناة عوالم مختلفة لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك ووضع الإعجاب وكذلك التعليق على الفيديو. إذن كما قلنا وحسب الوزير السابق عبد القادر عمارة فالأشغال ستعرف بطبيعة الحال عدة محاور، منها أولا تثليث قارعة الطريق، بناء بدال على مستوى تقاطع الطريق الإقليمي رقم 4039 سيدي الشافي، كذلك بناء بدال على مستوى الطريق الجهوية رقم 407 سول، بناء ممر تحت أرضية على مستوى مركز العرجات. إذن هناك عدة أشغال ستعرفها هذه الطريق. إذن كما تشاهدون في الصورة المقطع الطرقي إذن سيربط ما بين دار السكة وكذلك محطة الأداء سيدي علال البحراوي على طول 18 الكيلومتر من خلال التثليث
أي توسعة الطريق. كذلك ننبه سائقي أو مستعملي هذا الطريق الانتباه خاصة عند السير في الاتجاه الواحد. الملاحظة الوحيدة التي يمكن أن نأخذها على هذا المقطع الطرقي هو أنه لم يتم وضع الإنارة العمومية. إذن نتمنى وضع الإنارة العمومية على هذا المقطع الطرقي. إذن هنا آليات مد الإسفلت على الطريق. شاحنات التي تمد الآلات بالإسفلت الساخن على طول الطريق، وفي المقاطع التي تم الانتهاء فيها من مد الطريق. إذن مع انتهاء هذا المحور الطرقي سيسهل الولوج لمدينة الرباط عبر سلا، وكذلك سيسهل الولوج إلى محطة الأداء سيدي علي البحراوي في اتجاه مدينة مكناس وكذلك مدينة وجدة. متتبعي قناة عوالم مختلفة، إذا نشكركم على وفائكم ومشاهدتكم للفيديو، فلا تنسوا بطبيعة الحال دعمنا من خلال الاشتراك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.